ما اصل بص هقول لك على حاجه. لو انت اللي كنت مستني حاجه حلو، او عندك امل في اي حاجه صغيره او كبيره تخينه رفيعه، فدي مشكلتك انت. طبعا منتخب مصر بياخد على وشه، ودي اقل كلمه واقل وصف. احنا اتسافرت بوشنا بلاط قطر كلها، مش النهارده بس. لما بتتعادل مع الامارات وتتعادل مع الكويت وتيجي قدام الاردن اللي هي بتلعبك بالصف الثاني وبالمنتخب الاحتياطي بتاعها، الناس اللي هي جايباهم كان في 3 4 لعيبه اساسيين بس الباقي احتياطي، فانك تاخد على وشك من الناس دي بالمنظر ده، فانت يعني لو صعدت تبقى كارثه وجريمه في حق البطوله وفي حق كره القدم اساسا. فاحنا النهارده جايين عشان نتكلم عن فضيحه منتخب مصر الثاني، يعني فاهم؟ منتخب مصر شرطه يعني بس هو في الاخر المفروض منتخب مصر، فانت ما ينفعش يحصل فيك اللي حصل ده. زائد ان تمام فاحنا المهم هنتكلم يعني في الكلام والهبل اللي اتعمل فينا فارت. يعني لو انت اول ما تشوف القناه، يعني ايه، حط لايك واشترك في القناه، دوس على اي زرار، فاهم؟ اي زرار تحت جرب تدوس عليه، عشان هنتكلم دلوقتي عن خساره منتخب مصر بنتيجه 3-0 منتخب الاردن في كاس العرب واقصائه رسميا من البطوله. دلوقتي يعني مين هيحاسبنا على الساعتين اللي ضاعوا من حياتك وانت بتتفرج على الهراء ده؟ ده لو انت قعدت ساعتين، على فكره انت لو قعدت ساعتين فانا بحييك جدا جدا فوق ما تتصور، لان يعني ده منتخب ما اقعدش اتفرج عليه 30 ثانيه هزهق، وربنا هزهق. يعني بجد بجد حاجه قميئه. يعني انت النهارده ما ينفعش تكلمني في فنيات ولا تتكلم بقى ان احنا والله اصل الرسم التكتيكي بتاع كابتن حلمي طولان كان 3-2-3-3، وده هو الخط الساخن لكشري التحرير. لكن انت لو خليتها 3-3-4-2 فانت كده هتبقى بتطلب من مطعم بيتزا هات. بص الكلام يعني، بص مش هنتكلم ونهري. مفيش كوره، مفيش كوره، انت ما بتلعبش كوره. وبعدين ما ينفعش تقول لي اصل كابتن حلمي طلع من يوم امبارح باين ولا من اول امبارح. انا خدت معايا منتخب، رحت لقيت نفسي بمنتخب ما تروحش، ما تروحش. روح قول للناس والله يا رجال يا جدعان، الناس اللي في قطر منظمين البطوله، والله احنا عندنا ظروف مش جايين، فاهم؟ هتتمنع من البطوله دي مش مشكله، مش هي كده كده وديه؟ ولا انت في الاول احنا في مهمه رسميه قوميه وبعد ما البطوله خلصت وخدت على وشك انت والفريق؟ لا، اصل دي اصلا بطوله وديه والشعب المصري كله عارف كده. اي يعني ايه بطوله وديه؟ يعني يتسفلت بوشنا بلاط قطر يعني؟ بطوله وديه يتعمل من وشنا بيتزا او فطيره شرقي؟ ما هو مش منطقي. ما تقوليش عشان هي بطوله وديه يتعمل فيها كده بالمنظر ده. الناس دي يا جماعه دي فيها لعيبه كتير محليه، بس معلش ده في لعيبه كانت بتلعب اهلي وزمالك، في اكرم توفيق وعمرو السوليه وياسين مرعي واسمه ايه ومحمد شريف. الناس دي كلها كانت في الاهلي، يا اما كان في الاهلي يا اما دلوقتي موجود في الاهلي. الونش في الزمالك، الباقي كله في المصري اللي هو رابع اقوى فريق في الدوري. فانت مش واخد، انت واخد المفروض صفوه المحليين بعد الاهلي والزمالك وبيراميدز. هو انت المنتج المحلي اللي الناس بتقعد تتخانق عليه هو ده اللي بيقدمه؟ ده اخره يعني؟ يعني انت الدوري كله اللي في مصر ده كل باقي الفرق دي كومبارسات مالهاش لازمه، والثلاث فرق اللي فوق هم دول الدوري، والباقي بقى يولع بقى بجاز، ما عندهمش لا لعيبه ولا نيله ومحدش بيعرف يلعب. يعني لما اقول لك ان ميدو جابر وكريم العراقي واسلام عيسى والناس دي كلها ما بتلعب في سيراميكا والمصري، سيراميكا اللي هو متصدر الدوري اساسا دلوقتي، سيراميكا هو الاول او بيراميدز مش فارقه، بس هو يا اول يا تاني. فان انت يتعمل فيك كده وانت واخد اللعيبه دي اللي هي المفروض صفوه المحليين بعد الاهلي والزمالك وبيراميدز، ويتعمل فيك كده انت مش عارف تنقل كوره. واللي انا افهمه في الكوره ان انت دلوقتي عندك ناس، عندنا والله يا جدعان ناس بتلعب بطريقه ان احنا هننقل لحد ما نفضي مساحه للجناح فياخد ويخش في العمق انسايد فورورد ويبدا ان هو يشتغل، والباك بيطلع، فيبقى يا اما هنلعب للباك يا اما هنلعب للجناح. في ناس تقول لك لا والله احنا هنلعب وننقل الكره في ناحيه عشان على ما الفرقه اللي قصادنا ترحل تفضل الجناح الثاني يفضى او الجبهه الثانيه تفضى، فنلعب كره طوليه الناحيه الثانيه ويبدا انه يروح في موقف واحد لواحد نسهل له الدنيا نفتح له مساحه. في ناس ثانيه تقول لك لا والله انا هلعب دروب باك والعب وارجع ورا واستنى ان انا اللي اتهاجم وابدا برد فعل اللي قدامي. في ناس تانية تقول لك لا انا هلعب باصات قصيره وهبدا ان انا احاول امسك الكوره واعمل استحواذ شرس جدا بحيث ان انا اقدر احرك الفرقه اللي قدامي فلاقي ثغره اقدر اخش منها. اي تكتيك اي كوره.
يعني مع اختلاف تفكير الناس، بس الافكار موجوده، ودي بدائيات الكوره. انت ماسك الكوره ما بتعملش بيها حاجه، انت اللي انت فاهم انت عايز تشتغل من على الوينجات، ولا انت هتشتغل من العمق، ولا انت هتسقط كور في ظهر الدفاع، ولا. وبعدين يا راجل ميدو جابر ايه ومحمد مجدي قفشه اللي انت عايز تكسب بيهم في 2025 يا راجل؟ ايه قفشه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا راجل؟ ده دكه في الاهلي يا راجل، ما بينزلش 3 دقايق يلعب حتى. ناس نسيت ان هو في النادي اصلا وانت بتاخده. واخد لي الناس ما تفهمش. محمد شريف وحسام حسن، ايه ده؟ ايه حسام حسن ده؟ ده ايه ده اللي راح منتخب الوقت يا راجل؟ ده الراجل ده كان في 2018 في منتخب الكونغو، بقاله بتاع 4 سنين ما بيروحش منتخب باين، ولا بقاله 20 سنه ما بيروحش منتخب، وانت راح تاخده لي؟ ايه ده؟ وما تقنعنيش ان معلش اصل احمد سامي واحمد الشناوي هم دول اللي كانوا هيجوا يعدلوا الميله، وقطه ما جاتش بيلعب اساسي نص ملعبك انا لما دخلت على ماتشين تونس والماتش اللي قبليهم، نص ملعبك النهارده وماتش الكويت وماتش كل مره هو نفس نص الملعب. سولية النني غنام كابتن محمد، هو نفسه اللي انت بتلعب بيه. ما تقوليش اصل قطه واصل مش عارف فرخه وبيضه، الناس دي ما كانتش تيجي تلحقك. اصل انت دلوقتي لا، لو انت معاك ميسي بس ما فيش ناس حواليه وما بتلعبش كوره، هيعمل لك ايه ميسي؟ طيب لو الناس اللي حواليه بلاش ميسي عامل ان ده حاجه غير طبيعيه. انت عندك دلوقتي لو جبت لك فينيسيوس جونيور، جبت لك امبابي وحطيته في التشكيله دي، مش هيجيب اجوان، مش هيروح على الجون اساسا. فانت ما تقنعنيش ان قطه فاهم هو اللي كان هيجي بقى، هو بقى والشناوي واحمد سامي يجوا هم بقى اللي ايه يكسبوك ولا يعدوك. ما فيش الكلام ده، ما فيش الكلام ده. وبعدين انت الاثنين قلوب الدفاع بتوعك مين؟ ما هم الونش ومرعي، الاثنين اساسيين في اهلي وزمالك، اساسيين اهلي وزمالك. والحارس بتاعك بسام الراجل اول ماتشين كان كويس، الماتش ده كان وحش بس تمام يعني، الراجل شغال شويه. كفايه بعد الشر عليه، هيموت هيموت، وبقى له سنتين بيقول لك ما يعني ما عندناش بقى، ما هنقعد بقى مش عارفين نطلع بالكوره يا راجل، يا نهار عره يا جماعه بقى، ما عندناش يا جدعان والله. اذا كان المنتخب الاول انت رايح افريقيا بتقول يا رب استرها معانا، احنا غلابه غلابه وعايزين نعدي يس وربنا يفرجها كده وتمشي وتسلك. لو اللي يضايقك ان احنا قلنا قبل البطوله والله يا كابتن حلمي، يا كابتن حلمي لو انت مش هتاخد اللعيبه يا سيدي خد ناس صغيره، خد اعمل زي كيروش في 2021 طلع لعيبه للمنتخب الاول، خد ناس عندها 21 و20 و19 و18 يا سيدي و17. ما كنت تاخد حمزه عبد الكريم ده؟ يعني هو الثلاثه اللي قدام دول احسن من حمزه عبد الكريم؟ يعني هم الثلاثه اللي قدام دول. انت بقى كمدرب دلوقتي، مدرب انت كابتن حلمي طولان، تخيل انت بتتفرج دلوقتي، تخيل نفسك حلمي طولان، تخيل نفسك كده، تخيل نفسك انك ايه خلاص دلوقتي بقيت حلمي طولان. هل بالمخ كابتن محمد شريف اللي مضيع 16 انفراد وما بيعملش اي حاجه في الملعب، وكابتن حسام حسن اللي الكره جايه له في السته بيحطها براسه بره، دول احسن من حمزه عبد الكريم؟ ده الراجل رايح برشلونه، الراجل راح برشلونه وانت تقول لي اصل هو ما عندوش الخبرات. يا اخي الخبرات اللي انتوا عارفينها ايه الخبرات دي؟ الناس اللي عندها 15 و16 وبتلعب بره دي ايه؟ طيب ما الناس بتلعب كوره وبتلعب اساسيه في فرق كبيره. ما فيش لعيب تحت ال 30 الا زكريا اللي هو الباك الشمال، طلعت زكريا، يحيى زكريا، ايه طلعت زكريا دي كمان؟ يحيى زكريا هو الباك الشمال الوحيد اللي كسر تحت ال 30، باقي كله 29 30 32 33 34. وبعدين افتح الماتش وافتح عندك 3 ماتشات يا باشا، نقي افتح اي لقطه حلو، ايه اللي بيحصل؟ هتلاقي والله حاجه واحده 3 حاجات ممكن بيحصلوا. كابتن محمد النني بيعمل كده، واقف بيعمل كده 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 ماشي، بيبص لكل الناس كده اهو، انا اهو. كابتن ميدو جابر واخد راح من اليمين، مش هيعمل حاجه، بس هو رايح في دماغه هيعمل ايه محدش عارف، هو مش عارف، ما حدش عارف. مدحت شلبي، كابتن مدحت شلبي وقاعد جوه، الراجل عنده 80 سنه هيجرى له حاجه جوه، بيعلق هيجرى له حاجه، عايز يقول والله كلام ويشتم انا عارف، بس هو الراجل برضو المهنيه بتاعته لا تسمح له بهذا الشيء، فقاعد جوه هيموت، الراجل قاعد بيعلق هيموت الراجل. فانت طلعت لا استفدت بالفلوس الكتير جدا اللي انت بتاخدها لما تعدي في البطوله، وطبعا احنا ما كناش نستفيد منها بحاجه، مش هيوزعوا علينا دولارات يعني، فاهم؟ كانت هتروح ما تفهمش هتروح فين، طبعا انت عارف هي هتروح فين، بس يعني ماشي تمام يعني. في الاخر اتحاد الكوره انت فاهم اللي بيحصل فيه يعني، بس خلينا مش هنتكلم في الموضوع ده. انت مش هتستفيد منها بحاجه، بس ماشي انت لا كسبت دي ولا طلعت لعيبه، فانت رحت اتفضحت
حرفيا انت رحت فاهم، انت عارف انت قوم ابسط الرجاله، انت قمت بسطت الرجاله وروحت، بس هو ده اللي انت عملته. كله راح استفاد انت روحت، انت اتبسطت، رحت عملت شوبينج في قطر، دوله قطر الجميله، فاهم؟ اشتريت بعض من السويت شيرتات والبنطلونات الراقيه والفخمه جدا، وروحت خلاص. وفي الاخر ما حدش هيفرق له، فاهم؟ انت في الاخر عندك كده كده افريقيا، فانت هتنسى اصلا الناس كده كده، ما حدش فارق لها، فاهم؟ الناس اللي فوق دي كابتن رؤساء الاتحاد الكوره، والناس اللي قاعده فوق دي وكابتن حلمي طولان واللعيبه، مفيش. وهتلاقي كابتن حلمي عادي جدا طالع بعد كده يشتم في المدربين، وهو اصلا راح ما قدمش حاجه خالص 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 يعني. وبعدين حتى المفروض ان انت لو انت مدرب كويس يعني، اللعيبه اللي معاك دي حتى لو هي وحشه فانت بتحاول تطلع منهم حاجه، بنشوف شغل ليك، بنشوف فكر ليك، انت ما فيش حاجه خالص في الملعب. انت حرفيا جبت يلا يا رجاله بصوا احنا هننزل ويا مسهل ايه، ربنا بيكرم، فاهم؟ واحنا ناس صلوا بس الفجر والظهر والعصر، فاهم؟ والفاهم على حسب توقيت الماتش صلوا الصلوات، فاهم؟ والسنن، فاهم؟ وحافظوا على اذكار الصباح، وهننزل وباذن الله ربنا يكرم. ربنا ما كرمش بقى هنعمل ايه؟ خلاص هنطلع نقول والله المنتخب ده اتقتل قبل ما يتولد، واتفطم قبل ما يرضع، واتاكل قبل ما يتشرب، فاهم؟ اطلع نقول اي كلام، وان ما حدش دعم المنتخب ده غير مش عارف كابتن سين وكابتن جيم وكابتن ميم، وباقي الناس والله لا، الناس مش كويسه. احنا اللعيبه عملت اللي عليها، عملت اللي عليها جدا جدا، وانا مدرب عملت اللي عليا جدا جدا، بس ربنا ما اردش. والناس الوحشه اللي في اتحاد الكوره اللي ما حطت لنا ماتش بيراميدز، هو انت معلش محتاج لعيبه بيراميدز عشان تكسب الكويت والامارات؟ مع احترامي يعني. طب الاردن ماشي يا عم، ماشي يا عم، مع ان هي كانت بالصف الثاني بس قشطه. الكويت والامارات اللي هم ما عندهمش كوره، مع احترامي يعني، الكويت ما عندهاش كوره، الناس هناك الشعب هناك اصلا الكوره دي رابع اهتماماتهم يعني، مش في القاموس اصلا، مش مهتمين بيها اساسا. الامارات كذلك، ناس هناك عايشه في الفام القصور والفام، وبيتغدوا كباب وكفته كل يوم، وبيتعشوا كباب وكفته، فمش فارق لهم الكوره، مش باهتمامهم اصلا. الناس دي بتترفه مثلا بالسكواش، ولا بالفام بالسباحه، ولا بالباليه المائي. الكوره عندهم مش اوبشن قوي يعني، وعادي مسكوك عادي تعادلوا، انت اللي تعادلت معاهم كمان وخسرت من الاردن وروحت. ولو وصلت لحد هنا يا ريت تحط لايك وتشترك في القناه عشان ما يبقاش موت وخراب ديار. سلام يا معلم.